بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. كنرحب بكم أخواتي الغاليات، نتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم غادي نقترح عليكم 3 ديال الاقتراحات للغوتي أو فطور الصباح، كذلك الضياف ديالكم كيجيو راقيين وزوينين واقتصاديين. حلوة اللي كتجي هشيشة وسهلة وبنينة بزاف، كتجي بحال البسكوي. وكذلك هاد الكيك ببيضة واحدة بحجم عائلي، كتجي زوينة ومعلكة وما تشبعوش منها ومقطنة. وهاد الحريشات اللي كيجيو هشاشين وبنانين بزاف، مذاق مميز. نتمنى ان شاء الله سينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش باللايك، الله يجازيكم بكل خير، والبارطاج مع الاحباب مع الصديقه ديالكم تعم الفائده. وغادي نبداو بهاد الحريشات ان شاء الله على بركه الله. عندي هنايا بيضه واحده بدرجه حراره الغرفه، وقليل من الملح لتصحيح الذوق اللي ضروري منه. وهنايا عندي واحد الكيس ديال سكر الفانيلا ديال 7 غرام، وكاس الا ربع ديال سكر سنيدائي سكر الخشن. وغادي نخلط هاد العناصر. هكا كنستعمل بالطراب اليدوي او الفوي، كنحاولوا نضربوا مزيان حتى نحسوا بان الحبيبه ديال السكر دابوا واللون ديال البيض تغير. صافي هنا من بعد ما طربت مزيان هاد السكر والبيض، كنضيفوا كاس الا ربع ديال الزيت النباتي، وكنحاولوا ندخلوا هاد الزيت مزيان. من بعد ما كنضيفوا الزيت كنحاولوا نطربوا مزيان ندخلوا ديك الزيت. صافي هنايا غادي نضيف واحد العلبه ديال الياغورت اي الزبادي بنكهه الموز. هاد النكهه ديال الموز كتعطينا واحد الطعم اللي هو رائع. ما كانش متوفر ممكن ديروا الفانيلا، حتى الفانيلا زوينه، لكن هذا الموز كيعطينا واحد الطعم اللي هو رائع لا في الكيك وكذلك حتى في الحريشات. صافي هنا من بعد ما طلبت مزيان دخلت ديك العلبه ديال الياغورت اللي الوزن ديالها او القياس ديالها 110 غرام. وهنايا غادي نضيف واحد الكيس ديال الفلون بنكهه الموز. هذا الفلون حتى هو اللي كيعزز لنا هذا الطعم ديال الموز وكيعطينا واحد الطراوه اللي هي رائعه للحريشات. ممكن تضيفوا ولا درتو الفلون عفوا الياغورت ديال الفانيلا بنكهه الفانيلا، كديروا واحد الفلون بنكهه الفانيلا. ممكن نديرو حتى ديال الكراميل كيجي كيتواتى مع هاد الحريشات، لكن بهذا الطعم ديال الموز شفتوا اللون اللي كنتحصلوا عليه، واحد اللون اللي هو رائع. وهنايا غادي نضيف هاد راس ملعقه ديال الخميره الفوريه او خميره الخبز، هذه اللي كتعطينا واحد الطراوه للمده اطول، كتبقى في الحريشات واخا يومين 3 ايام اكثر كيبقاو طريين من الداخل ورطبين، كتحافظ على الطراوه ديالهم. وهنايا من بعد ما دخلت ديك الخميره غادي نضيف السميد. عندي هنايا 500 غرام ديال السميده، السميد المتوسط حجم متوسط، كنضيفوها بالتدريج. وغادي نضيف 2 اكياس من خميره الحلويات البيكين باودر ما يعادل 14 غرام. ممكن ديروا من فئه 7 غرام او 8 غرام اللي متوفر عندكم. كنتحصلوا على حريشات اللي كيجيو بنانين بزاف، داك الطعم ديال الموز واخا اللي يذوقوهم عندكم لا ضيافكم ولا العائله ديالكم الصغيره او الكبيره ما يعرفوش يعني داك الطعم شنو هو، كيجيو رائعين وبواحد المذاق اللي مميز صراحه. هنايا كنضيف السميده بالتدريج. غادي نستعمل بواحد سباتيل، ما غاديش نحتاجو كاع نديرو يدينا في هاد الحريشات هادو. وهنايا اخواتي كنعتذر منكم نسيت الحليب، ما ضفتوش تنقول علاش. سبحان الله الخليط يعني خرج متماسك معايا. اشنو نسيت وانا نسيت الحليب. سبحان الله، الله يثبتنا على الشهاده. اخواتي كتضيفوا هذا الحليب من بعد ما كتضيفوا داك العلبه ديال الياغورت وكتضيفوا المهم من بعد ما كتضيفوا الزيت كتضيفوا الحليب. انا نسيت وما ضفتوش، خليته في واحد الطرف، وسبحان الله تلاهيت مع التصوير ومع المكونات الاخرى. صافي هنايا كنضيف داك الحليب وكنحاول نخلط مزيان، وكنضيف ديك الكميه ديال السميده اللي تبقات ليا. هنايا كيف قلت لكم ضفت 500 غرام اي نصف كيلو غرام ديال السميد المتوسط، ماشي السميده اللي كتكون رقيقه يعني للفينو، السميد العادي اللي كنحضروا به البسبوسه والحرشه. هنايا كيف كتشاهدوا القوام ديال الخليط كيكون هكا، يعني ما كيكونش جاري بزاف وما كيكونش متماسك. غادي نخليوه مازال يتشرب، غادي يرتاح واحد من ربع ساعه حتى واخا خليته حتى لنصف ساعه حسب النوعيه ديال السميده، كاين اللي كتشرب وكاين لا. هنايا من بعد ما رجعت الخليط ديالي كيف كتشاهدوا يعني تشرب ديك السميده تشربات. من بعد واحد 20 دقيقه خليته يرتاح.
ممكن تخليوهم كثر على حسب النوعيه ديال السميده، ممكن تخليوهم حتى نصف ساعه حتى تشرب السميده ديالكم، وتقدو هكا تشكلوهم على شكل كرات. وكنشدوا واحد الكميه كنشكلوها على شكل كره. هنا درتهم كبارين تبارك الله. ممكن ديروهم صغارين اخواتي، هنايا تقريبا درت من 60 حتى ل 65 غرام في الوحده. وكاين اللي درتهم يعني اكثر من ديك حتى ل 70 غرام، درتهم شويه كبارين. هنايا من بعد ما كنشكلوهم هكا على شكل كرات، ممكن تستعنوا الا كانت كتلصق لكم في يديكم، ممكن تستعنوا هكا بماء الزهر او تدهنوا يديكم بالزيت النباتي. من بعد راه غير كتشد السميده راسها، ممكن تشكلوهم بكل سهوله. وكنفندهم هنايا عندي نصف كاس ديال السميده ونصف كاس ديال الكوك. ممكن ديروا غير السميد العادي، يعني السميد اللي حضرنا به البسبوسه، وممكن ديروا داك السميده الغليظه ولا كانت متوفره عندكم. وممكن كذلك تستغنوا على الكوك ولا ما بغيتوش، يعني تفندوهم في الكوك، يعطيوهم واحد الجمال ديال هاد الحريشات هادو. ما كيبغيش الكوك ممكن يستغنى عليه. صافي كنحاولوا نفندوهم هكا وكنسوسوهم شويه وكنحطوهم في اللاطه اللي مفرشه اللي هو ورق الزبده. ما كانش متوفر كدهنوا اللاطه ديالكم بالزيت. هنا من بعد ما تشكلوهم على شكل كره راهم من راسهم كيطلقوا، يعني يعني حتى القوام ديال العجين ديالنا ماشي ثقيل وقاصح. ولا قصحتو يعني كثرتو من السميده ما يجيوش يعني طريين من الداخل، ما كيجيوش زوينين الصراحه. هنا غير كنشكلوهم على شكل كرات وكنفندوهم. هاد الكميه ديال الكوكو ديال السميده جاتني هي هذيك لهاد الكميه اللي فندتها. صافي غادي نكمل بنفس الوتيره ان شاء الله حتى نكمل جميع الوحدات اللي عندي، وكنحطوهم في اللاطه اللي غادي تدخل ان شاء الله الفرن. دابا راني شاعله الفرن من قبل، يعني غير تبداو تشكلوا الحريشات ديالكم كتشعلوا الفرن باش يسخن مزيان. غادي ندخلهم الفرن كيكون سخون مزيان، كنشعلوا ليه من الاعلى حتى يتشقوا كيف كتشاهدوا. من بعد ما كيتشقوا لينا الحريشات ديالنا كنشعلوا ليهم من الاسفل باش يكملوا الطياب ديالهم. على النار اللي كتكون هادئه، واللي عندها فرن كهربائي كطيبهم على 180 درجه او على 170 درجه حسب النوعيه ديال الفرن. واللي عندها كيشعل من الاعلى ومن الاسفل في خطره كتشعليهم في خطره وكتحطهم في الرف الوسطاني. كيف كتشاهدوا كيجيو طايبين مزيان ومحمرين، واللون حسب الرغبه ديالكم، يعني كيجيو محمرين اكثر من هكا او باغيتوهم بحال هكا كيذهبوا كيجيو زوينين. وكنتحصلوا على واحد الحريشات اللي كيكونوا طريين من الداخل رطبين وهشاشين، ومن الاعلى كيجيو مقرمشين ما تشبعوش منهم. كيف كتشاهدوا اللون اللي تحصلنا عليه والطعم، واحد الرائحه واش غنقول لكم في المطبخ ما شهيتكم فيهم، كيجيو زوينين بزاف وبنانين. نفرتت لكم باش تشوفوا القوام او القوام ديال هاد الحريشات هادو، كيجيو طايبين من الداخل وفتيين ومقرمشين في نفس الوقت. ودابا غادي نمروا ان شاء الله تحضير الحلوه اللي شفتوا معايا في بدايه الفيديو، اللي حلوه اقتصاديه كتجي على شكل بسكوي مقرمشه وهشيشه في نفس الوقت. على بركه الله نمروا المقادير والطريقه في نفس الوقت. في اناء الخلط كنضيف بيضه كامله زائد صفار بيضه، والبياض ديال البيضه الثانيه غادي نحتفظوا به ان شاء الله من بعد غادي نحتاجوه. وغادي نضيف ان شاء الله رشه من الملح لتصحيح الذوق، وكاس ديال العنبه ديال السكر سنيده اي سكر الخشن. غادي تلقاو ان شاء الله المقادير مكتوبه في صندوق الوصف بالعبار وبالغرام ان شاء الله. وغادي نخلطوا هاد العناصر. ممكن هكا تستعنوا بالطرب اليدوي، وممكن تخدموا غير بيديكم حتى نحسوا بان الحبيبه ديال السكر بداو يذوبوا كيف كتشاهدوا، واللون ديال البيض تغير. كنضيفوا كاس ديال العنبه ديال الزيت النباتي وكنضيفوها بالتدريج، وكنحاولوا نخلطوا مزيان. بعد ما كنخلط مزيان غادي نضيف واحد المكون اللي كيعطينا واحد اللذه اللي هي زوينه في الحلوه وكذلك اللون. هاد فلون بنكهه الكراميل وزن 2 غرام ونص، اللي كيعطينا واحد اللذه اللي كيف ذكرت لكم لهاد الحلوه. ممكن تنسموا باش ما بغيتو، ممكن غير بسكر فانيلا 2 اكياس، او كذلك قشور ديال الحامض او ديال البرتقال. لكن هاد الفلون كيعطينا الطعم اللي هو زوين وكذلك اللون الحلوه. من بعد ما كندخلوه مزيان كنخلطوه مع المكونات اللي عندنا او الخليط. دابا ان شاء الله غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه، والكميه ديال الدقيق حسب النوعيه ديال الدقيق وحسب كذلك الحجم ديال البيض. كنحتاجو ما بين 250 غرام حتى 300 غرام. وعندي هنا واحد الكيس ديال خميره الحلويات، ممكن ديروا من فئه ديال 7 غرام او ديال 8 غرام. ويفضل تستعملون الدقيق يكون نوعيه جيده ومخصص الحلويات.
وكدوزو في الغربال وكذلك ديك الخمره ديال الحلوى. وهنايا كنبقاو نضيفو غير بالتدريج حتى نتحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون متماسكه ورطبه في نفس الوقت، كيف غادي تشوفوا ان شاء الله معايا في الفيديو. وهنا كنستعن بيدي باش نتحسس بالعجين. هنا مازال خصني غادي نضيف واحد مقدار واحد الملعقه فقط. وهذه هي العجينه كيف كتلاحظوا كتجي رطبه ومتماسكه في نفس الوقت. والكميه اللي تبقات لي من الدقيق واحد الملعقه اللي هي كبيره من 300 غرام، يعني كتحتاجوا ما بين 250 حتى 300 غرام اخواتي، لان النوعيه ديال الدقيق كتختلف وكذلك الحجم ديال البيض. وكنشكلوا هكا كرات كيف كتلاحظوا، كنتحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون رطبه وسهله في الخدمه. هنا كنحتاجوا السمسم اي جنجلان، وداك البياض ديال البيض، والصينيه ديال الفرن اللي دهنتها بالزيت النباتي. متوفر عندكم ورق زبده او ورق الطهي، من الافضل كتستعنوا به لان الحلوه ما فيهاش الزبده باش ما تلتصقش لكم في الفرن. وهنا كيف كتلاحظوا من بعد ما كنشكلوا الحلوه ديالنا كنحطوها في داك البياض ديال البيض، من بعد كنديروها في جنجلان، كنحاولوا الوجه ديالها كامل وحتى الاطراف كنغطيوهم بداك السمسم اي جنجلان. وهنايا الكره كيف كتشاهدوا كنديروا كرات صغار، غادي نعبر لكم تقريبا واحد 25 غرام يكفي. كيف كتلاحظوا هنايا 25 غرام في الوحده، لان مازال غادي تنتفخ وغادي ضعف الحجم ديالها، لان استعملنا فيها الخميره البيكين باودر، وغادي ضعف الحجم ديالها بزاف في الفرن. ومن الاحسن كديروها يعني في الحجم يكون صغير، ممكن ديروا في 25 غرام وممكن ديروا اقل 23 25 غرام. هي هذيك اخواتي. وهنا من بعد ما كنشكلوهم من الاحسن كتشكلوه هكا واحد الكميه، عاد كتبقاو يعني تحطوها في داك البياض ديال البيض وكتفندوها هكا الوجه ديالها في السمسم. من بعد ما كتشكلوا العجينه ديالكم الى كرات كتحاولوا تضغطوا عليها شويه براحه يديكم، وكتحطوها في داك البياض ديال البيض وكذلك في السمسم. فاش كتحطوها في الصينيه ديال الفرن كتحاولوا تبعدوا ما بيناتهم لان كيضعف الحجم ديالهم في الفرن. وهنا بغيت نوري لكم حتى تفند، بغيتو هكا ديروا حتى الاطراف، يعني ولا كان عندكم كميه ديال الجنجلان قليله ممكن تدوروها، تبقاو دوروا هكا الاطراف باش تاخذ حتى من الجناب، لان من بعد ما كتنتفخ باش تبقى ليها يعني داك السمسم يبقى ليها من الاطراف. وهنا كنستعن بهاد اليد ديال السباتولا كندير كتشكل منها حفره في الوسط. ممكن تستعنوا باي اداه متوفره عندكم في البيت. دابا ان شاء الله غادي ندخلها الفرن اللي كيكون سخون. من قبل كنشعلوا الفرن غير من الاسفل حتى طيب من الاسفل، من بعد كنشعلوا ليها من الاعلى على النار اللي كتكون هادئه حتى تاخذ واحد اللون اللي هو ذهبي، لا من الاعلى ولا من الاسفل. يعني في الاول كنشعلوا ليها من الاسفل حتى طيب، من بعد كنشعلوا ليها من الاعلى باش تاخذ واحد اللون اللي هو ذهبي. كيف كتشاهدوا كيجي اللون موحد بداك الفلون وكتجي رائعه وزوينه ومقرمشه. وهنايا من بعد ما كنخليوها حتى تبرد، عاد ان شاء الله دابا غادي نزينوها بالشوكولاته ان شاء الله. والتزيين كيبقى اختياري، ممكن ديروا الشوكولاته هكا تذوبوا الشوكولاته، وممكن كذلك ديروا الكراميل او ديروا غير المربى، يعني حسب المتوفر عندكم في البيت. وممكن ما تشكلوش ديك الحفره من الوسط وتخليوها هكا كما هي. ودوك الاطراف ممكن ديروهم هكا بجنجلان، او ممكن ديروهم باللوز كونكاسي او كذلك الكاوكاو. وهنا من بعد ما كنديروا ديك الشوكولات كنحاولوا ندير نحركها شويه باش تاخد الشكل ديال الحفره وكذلك تعطي داك اللمعان من الفوق. بغيت نشير لكم اخواتي واحد النقطه، من بعد ما كتطيب من الاسفل تمشيو يعني تشعلوا ليها من الاعلى. قبل ما تعلوا ليها من الاعلى كتحاولوا تعاودوا ديك الحفره كتضغطوا عليها لانها ما كتنتفخ وديك الحفره كتولي صغيره. من الاحسن كتحاولوا تضغطوا عليها شويه كاملين، كتحاولي تدوزي عليهم، عاد كتعلي ليها من الاعلى باش تكمل الطياب ديالها وتاخذ اللون اللي هو ذهبي. وهنايا من بعد ما قسمتها لكم كيف كتجي رائعه وكتجي مقرمشه. وهنايا ممكن تحكموا في السمك ديال الحلوه ديالكم، ممكن تخليوها هكا كبومبي، وممكن تحاولوا هكا من بعد ما كتشكلوها الى كره كتضغطوا عليها شويه باش تجي هكا رقيقه وزوينه بحال البسكوي.
وكيف كتلاحظوا كتجي هشيشه اخواتي، وكذلك مقرمشه كتذوب في الفم. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا، كتجي رائعه اخواتي، وخصوصا الوليدات الصغار غادي تعجبهم بزاف. اللي مازال متبعه معايا الفيديو وصلت معايا حتى لهنا، ما تنسونيش باللايك. الله يجازيكم كل خير باش تشجعوني على العطاء اكثر فاكثر ان شاء الله. ودابا غادي نمروا للوصفه الثالثه، الكيك بحجم عائلي فقط ببيضه واحده، كتجي معلكه وهشيشه وما تشبعوش منها اخواتي على بركه الله. في اناء الخلط كنضيفوا ديك البيضه، والبيضه تكون ضروري بحراره الغرفه، ورشه من الملح لتصحيح الذوق. البيضه ضروري يكون الحجم ديالها كبير او متوسط، ولا كانت صغيره بزاف ديروا جوج. وكاس مع مرش ديال السكر الخشن اي سكر سنيده، ومن الافضل كديروا السكر يكون الحبوبات ديالو شويه رقيقه باش يساعدكم دغيا يذوب. وواحد الكيس ديال سكر فانيلا للتنسين. بسم الله. وكنحاولوا نطربوا مزيان غير بالطرب اليدوي، ولا كان السكر يعني رقيق دغيا غادي يذوب. وكذلك اللون ديال الخليط يتغير كيف كتلاحظوا من بعد ما كتخلطوا مزيان. غادي نضيف دابا بشور ديال الليمونه او حامضه، شويه ديال، ولا كانت كبيره بزاف ضيفوا غير نص ديال البشور ديالها. ما نوصلوش ديك القشره البيضاء، غير الصفراء باش ما تعطيناش المروريه. غادي ندخل هاد البشور ديال الليمون في الخليط وغادي نخليه جانبا، وغادي نمروا ان شاء الله باش نوجدوا داك المكون اللي قلت لكم عليه، اللي كيخلي الكيك ديالنا كيجي مهوي وكيجي خفيف وكيعوض لينا داك البيض. كنحتاجوا كاس ديال العنبه ديال الحليب يكون بدرجه حراره الغرفه، والكاس يكون عامر مزيان تقريبا واحد 170 ملي. وغادي نحتاجوا العصاره ديال ديك الليمونه، غادي نحتاجوا ربع كاس ديال العصير ديال الحامض. الا ما كانش عندكم متوفر الحامض وما بغيتوش تنسموا به كذلك بداك البشور ديالو، كديروا جوج اكياس من اكياس السكر الفانيلا. وهاد العصير ديال الحامض كتعوضوه بجوج معالق اللي هما كبارين ديال الخل الابيض، كتضيفوه للحليب كيف كتشاهدوا وكيروب كيف كتلاحظوا كيجي كيبان لكم بحال اللي خسر. غادي نخليوه جانبا باش يتفاعل اكثر، وغادي نرجعوا للخليط ديالنا. عندي هنايا كاس الا ربع ديال الزيت النباتي، غادي نضيفوا هذا الزيت غير بالتدريج كيف كتلاحظوا، غير خيط وحنا كنخلطوا. ضروري تتبعوا هذه الخطوات كيف ما هي موضحه في الفيديو باش يصدق لكم الكيك ويجيكم ناجح باذن الله، خصوصا المبتدئات. صافي هنا من بعد ما خلطت مزيان دخلت ديك الزيت، غادي نضيفوا داك الحليب اللي ضفنا ليه العصير ديال الحامض. كيف كتلاحظوا هنايا هذه هي النتيجه اللي بغيناها. صافي غادي نضيفوه للخليط. بسم الله. في هذه المرحله كنحاولوا نخلطوا غير بشويه. صافي هنا من بعد ما دمجت جميع العناصر غادي نضيفوا الدقيق، بقى ليا الدقيق وخميره الحلويات. عبرت معكم هنايا بالكيسان ديال العنبه، كنضيفوا الكاس الاول. وهنايا الدقيق ضروري خص يكون منخول مره حتى لجوج باش تحصلوا على النتيجه اللي كتكون ممتازه او جيده. كتضيفوا الدقيق ديالكم بالتدريج، ما كتضيفوش دفعه واحده. وغادي نضيف ان شاء الله الكاس الثاني، كنحتاجوا ما بين 200 حتى 250 غرام ديال الدقيق. وغادي تشوفوا ان شاء الله معايا القوام اللي خصكم تحصلوا عليه. ويفضل تستعملوا الدقيق يكون النوعيه الجيده. انا غادي نضيف الكاس الثاني، كنضيفه حتى هو غير بالتدريج. هاد الدقيق دوزته في الغربال قبل ما نديرو نعمرو هكا في الكيسان. وفاش كتعمروا في الكيسان كتعمروا بالملعقه باش ما يجيكمش مضغوط، باش تشدوا القياس هو هذاك. كيف كتلاحظوا الخليط مازال خفيف. دابا ان شاء الله غادي نضيف شويه ديال الدقيق، وغادي نضيف حتى خميره الحلويات. في اغلب الاحيان كياخذ 250 غرام، اي جوج كيسان ونصف. هنايا عندي نص كاس ديال العنبه ديال الدقيق، لكن النوعيه ديال الدقيق كتختلف، وكذلك الحجم ديال البيض. وهنايا عندي جوج اكياس من خميره الحلويات البيكين باودر من فئات ديال 8 او ديال 7 غرام. جوج اكياس اللي غادي ديروا كدوزوا حتى ديك الخميره كدوزوها في الغربال من الاحسن، وكتحاولوا هكا ما امكن يعني كتخلطوا كل مره وكتلعبها باش تدخلوا داك الهواء في الخليط. وهنا كيف كتشاهدوا كنشكل رقم 8 كيبقى راسي واحد المده فوق الخليط. كنعرفوا الخليط ديالنا هو هذاك القوام اللي بغينا تحصلوا عليه. وكنخويو الخليط ديالنا في المول اللي دهنتوه بالزيت ورشيتو بالدقيق. والقطر ديال المول 26 سنتيمتر، ممكن ديروه في المول هكا زجاجي او مول عادي. وكذلك ولا بغيتو تحصلوا على واحد الكيك اللي كيكون عالي
وما بغيتوش تزينوه بهكا بشرائح ديال التفاح، ممكن ديروه في المول يكون القطر ديالو 20 حتى 22 سنتيمتر او حتى 24 كيف حضرت معكم من قبل. لكن زينوه هكا بالمربى والكوك او مربى واللوز كونكاسي او الكاوكاو. لكن ولا غادي ديروا هكا شرائح ديال التفاح، من الاحسن كديروا المول يكون هكا ب 26 سنتيمتر باش ما تجيش الكيكه عاليه بزاف، كتعطي واحد المنظر اللي هو احسن. هنايا عندي ديك التفاحه من بعد ما غسلتها مزيان، وكنحيدوا ليها داك اللب من الوسط، كنقطعوا على 4، من بعد كنقطعوها الى شرائح كيف كتلاحظوا، وكنزينوا بها هذا الكيك. وكنحاولوا دوك الشرائح يكونوا رقاقين. بسم الله غادي نبداو في التزيين. في البدايه كنحطوا هاد الشرائح هكا من الاطراف، كنحاولوا ندوروا كامل على المول. والدوره الثانيه كتكون يعني ديك القطع ما بين القطع الاولى. من بعد ما كنحط دوك القطع من الاطراف كنجي للوسط وكنحاول نشكل هكا شكل وريضه في الوسط كيف كتشاهدوا. صافي ان شاء الله غادي ندخلها الفرن اللي كيكون سخون من قبل. كنشعلوا ليها من الاسفل حتى طيب، من بعد كنشعلوا ليها من الاعلى حتى تاخذ واحد اللون اللي هو ذهبي. هنا من بعد ما خرجت من الفرن تقريبا كتاخذ واحد 45 دقيقه، كل وحده حسب الفرن ديالها، على النار اللي كتكون هادئه. من بعد كندهنوا الكيك ديالنا بشويه ديال المربى او شي ديال النباج او العسل حسب المتوفر عندكم. وكنجيبوا شويه ديال اللوز كونكاسي او الكاوكاو حتى هو يكون هكا مهرمش، او الكوك حسب الرغبه وحسب المتوفر عندكم. وكتزيدوا تزينوا هاد الاطراف اللي كيكونوا هكا خاويين، وشويه كنحطوه في الوسط في وسط ديك الوريضه. وهذا هو الشكل ديالها. من بعد ما كملنا الكيك كتجي رائعه وزوينه. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. وهذا هو السمك كيف كتلاحظوا، وكتحيد من المول بكل سهوله واخا ما درناش المول اللي كيتفتح. يعني غير كدوزوا واحد سبوتيلو من الاسفل، كتحاولوا ترفعوها وكتحطوها في الطبق ديال التقديم. بسم الله غادي نقطعها لكم باش تشوفوها كيف كتجي من الداخل. كتجي رائعه وكتجي معلكه وبنينه اخواتي. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. ولأول مرة كتشاهد الفيديو ديالي كنرحب بها باش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش توصل بكل ما هو جديد إن شاء الله. والمتتبعات عبر الفيسبوك ما تنساوش تضغطوا المتابعة على الصفحة باش توصل بكل جديد الوصفات إن شاء الله. وهذا هو الشكل ديالها من الداخل، كتجي خفيفة وكتجي مقطنة وزوينة ومعلكة في نفس الوقت بديك الشرائح ديال التفاح من الأعلى. نتمنى إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. بسم الله. وكنشكركم على المتابعه وعلى التعليقات ديالكم اللي كتحفزني وبارك الله فيكم. وما تنساوش البارطاج مع الاحباب مع الصديقه ديالكم تعم الفائده، وكذلك اللايك الفيديو باش توصلوا لاكبر عدد من اللايكات. وهذه هي اخواتي، خليتكم على خير الى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في امان الله وحفظه.